من سينتصر إذا اندلعت حرب بين مصر وإسرائيل؟ ماذا لو اندلعت حرب جديدة بين مصر وإسرائيل في عام 2025؟ من سيرجح كفة النصر؟ دعونا نلقي نظرة سريعة. أولاً، القوى البشرية. الجيش المصري يعد من أكبر الجيوش في الشرق الأوسط بعدد جنود يفوق 500 ألف، بينما الجيش الإسرائيلي يضم حوالي 170 ألف جندي، لكنه يعتمد بشكل كبير على قوات الاحتياط. ثانياً، التسليح والتكنولوجيا. تمتلك مصر طائرات F-16 ودبابات أبرامز، إضافة إلى منظومات دفاع متقدمة، بينما تتميز إسرائيل بالتفوق التكنولوجي وتمتلك طائرات F-35 ومنظومات مثل القبة الحديدية. ثالثاً، الأسلحة الاستراتيجية. يعتقد أن إسرائيل تمتلك سلاحاً نووياً، بينما لا تمتلك مصر ذلك، لكنها تتمتع بنفوذ إقليمي كبير. رابعاً، التحالفات والدعم. مصر تحظى بدعم عربي وشعبي واسع، أما إسرائيل فمدعومة من قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. وأخيراً، من تظن أنه سيفوز في حال اندلعت الحرب؟